الريحة دي؟ هو احنا ساكنين في عمارة ولا جنب مقلب زبالة؟ ما هو في باسكت اهو، ليه الزبالة مرمية بره؟ والله يا بنتي لقيتهم كذي. لقيتهم كده ازاي؟ مش في كاميرات هنا؟ لازم نعرف مين اللي رماهم. ايه يا ايمان، صوتك عالي ليه يا بنتي؟ شايفة يا ماما؟ شايفة الريحة داخلة لحد جوه. انا نازلي ارمي كيس لقيت البلاوي دي. هو في ايه يا جماعة؟ كل يوم صوت قبل الفطار؟ الموضوع ده بيتكرر ومفيش فايدة، لازم يبقى في حل. وانا مالي؟ مش انا اللي رميهم. اهو بدأنا بقى، كل رمضان نفس القصة. قصة ايه؟ في باسكت، ليه الزبالة مرمية بره؟ خلاص يا ايمان، الاذان اذن، بعد الفطار نتكلم. لا، مش هسيبهم كده. استني هساعدك. الموضوع مش بسيط، الريحة كانت طالعة لحد الدور التالت. عيب اللي بيحصل ده، احنا مش صغيرين. ما هي مش اول مرة، كل شوية نلاقي نفس المنظر. طيب خلاص اترمت واتشالت، هنفضل نتكلم كتير يعني؟ لا، ما ينفعش نسكت، لو سكتنا هتتكرر تاني. لازم نبقى إيجابيين. أنا بنتي عندها حساسية صدر، الريحة دي بتتعبها، مش ناقصين. عشان كده لازم نعرف مين اللي بيرمي. ما قلتلكم ممكن حد معدي من بره. طبعا، واحد معدي مخصوص يرمي قدام باب عمارتنا. طب ما نشوف الكاميرات ونعرف مين اللي بيرمي الزبالة. دلوقتي؟ ايوه دلوقتي، لو استنينا كله هينسى والموقف هيتكرر كل يوم. اللي غلطان لازم يعرف انه غلطان، بس من غير فضيحة. من غير ما نكبر الموضوع. هو في حد خايف من الكاميرات؟ خلاص يا عم رجب، افتح التسجيل. طيب تعالوا. النهاردة بس هنعرف مين اللي بيرمي الزبالة. ده تسجيل قبل المغرب ب10 دقايق. الصورة مش واضحة خالص، قرب شوية يا عم رجب. استنى، رجع ثانيتين. اهو ركزوا عندي الباب. استنوا، في حركة هناك اهو. ده ولد. ايه ده؟ طفل صغير هو اللي بيرمي الزبالة. شايل كيس زبالة. ايه ده؟ رماه وجري. أكيد مش من العمارة، العيال بتيجي تلعب تحت. استنى كده، في حد واقف معيب. مين دي؟ قرب الصورة كده يا عم رجب. دي نهى. لا استنوا، هو بس أنا كنت مستعجلة. انت اللي مدياله الكيس؟ أنا بنتي كانت بتكح جامد والأذان هيأذن، قلت عم رجب بينزل كمان شوية هيلمهم. بلم
بس مش شغلتي أربي حد. يعني بدل ما تعلمي ابنك يحطها في الباسكت علمتيه يرمي ويجري؟ ايه يا جماعة، هو مجرد طفل مش فاهم. هو مش فاهم بس انتي فاهمة، وشفتيه وهو بيبص وراه قبل ما يجري. اللي حصل حصل بقى، بس دي مش أول مرة. عيب كده، احنا مش صغيرين، والولد الصغير ما ينفعش نعوده على كده. لازم يعرف ان الزبالة مكانها الباسكت مش الأرض. اللي يرمي قدام باب العمارة هيرمي في أي حتة، ولازم يعرف ان اللي حصل ده غلط. انا ما كنتش قصده، انتوا كبرتوا الموضوع زيادة عن اللزوم. واحنا ما كناش ناقصين نكبره، بس مش هنسكت على حاجة بتتكرر. خلاص، من بكرة محدش يرمي غير بإيده. ولو اتكرر الموضوع ده نعمل غرامة. خلينا بس نتفق وما نكبرهاش أكتر من كده. انا هكلم ابني ومش هيكرر الموضوع ده تاني. يعني الموضوع خلص كده؟ جرى ايه يا جماعة، انا قلت مش هيكرر. الموضوع مش بس بيتكرر ولا لأ، الموضوع إننا بقينا بنرمي ونمشي وخلاص. هو انا سرقت يعني؟ كيس زبالة، ايه اللي حصل؟ ما جراش حاجة. ايوه كيس زبالة، بس قدام عمارتنا دي، مش عمارتك لوحدك. طب ما كلكم ساعات بتركنوا عربياتكم غلط، حد بيعمل لها حكاية يعني؟ لا يا حبيبتي، ما تقلبيهاش علينا. هو إيه اللي دخل الركنة في الزبالة دلوقتي؟ كفاية كده، احنا لازم نعترف بالغلط، ما نكبرش. احنا كلنا بنغلط، بس الفرق مين بيعترف ومين بيكابر. احنا مش جايين نتخانق، احنا عايزين العمارة تبقى نظيفة. بصوا، احنا نعمل صندوق للغرامات، اللي يرمي زبالة برا الصندوق يدفع غرامة، والفلوس دي نستخدمها لأي مصاريف في العمارة. صندوق غرامات؟ ليه يعني؟ وانتي متضايقة ليه؟ انتي ناوية تكرريها تاني؟ الاحترام مش بيتفرض، بيتعمل قدام بعض، ولو اتكسفنا من بعض شوية هنبطل نغلط. انا هعتذر لابني الاول عشان ما يكبرش فاكر ان ده عادي. ده أهم اعتذار. ريحة الهواء أحسن من ريحة الزبالة. النظافة أخلاق. خلينا نحافظ عليها بقى. العمارة دي بيتنا الكبير، دي مسؤوليتنا. دلوقتي خلاص كلنا عرفنا واجباتنا ناحية العمارة وناحية بعض. انا هتابع ابني ومش هيكررها تاني. أيوة، ومن النهاردة كل واحد فينا مسؤول. وبس كده؟ يعني خلصت كل المشاكل بالكلام؟ لما نشوف أهم حاجة التنفيذ. الزبالة اتلمت خلاص، والعمارة محتاجة ضمير أكتر من أي كاميرات. وهو لو كل واحد اعتبر ان العمارة دي بيته كلنا هنرتاح. انتوا عارفين احلى حاجة في الموضوع ده اننا اتجمعنا. أهو بعد يوم طويل العمارة رجعت نظيفة. رمضان يعلمنا أكتر من مجرد صيام، بيعلمنا صبر وأخلاق واحترام من بعض.